يا ترى ده أحسن وقت نشتري فيه الذهب ولا نستنى عشان الذهب عمال ينزل؟ ده سؤال أنا تقريبا بسأله كل يوم. الذهب هيروح فين؟ هيزيد ولا لسه هيكمل نزول؟ واشتري ولا استنى شوية ولا اعمل ايه؟ ودايما اجابتي بتبقى بسؤال مهم جدا: انت هتحتاج الفلوس دي بعد قد ايه؟ لو انت هتحتاج الفلوس دي بعد سنة او اكتر، اكيد الحق اشتري دلوقتي. الذهب عنده قاعدة اساسية: اي قمة بيوصل لها لازم بيرجع ويقوم معديها. الذهب لعيار 21 كان وصل ل 5900 جنيه، احنا دلوقتي بنتكلم في 5300 جنيه، يعني ممكن على ما الفيديو ده ينزل يبقى الذهب ب 5200 وكسور لعيار 21. وهنا السؤال: انت لما هتشتري دلوقتي انت عندك فرصة كبيرة جدا ومكسب كبير ما بين ال 5300 ل 5900، 600 جنيه في كل جرام تقريبا. الذهب كده كده هيزيدهم وكده كده هيكسر ال 6000 جنيه. وده مش كلام انا، ده كلام كل الخبراء والبنوك العالميه. الازمه الكبيره اللي بتحصل ما بين الصين وامريكا كده كده هتخلي الذهب يزيد، والبورصه العالميه متوقع انها توصل ل 10000 دولار للأونصة الواحده. بس ده مش هيحصل بكره الصبح، ده هيحصل على سنتين ثلاثه. فانت احسن وقت تلحق تشتري فيه الذهب دلوقتي. وافتكروا قبل كده لما كان الذهب ب 4000 ونص و 4600 وقعدت اقول يا جماعه اشتروا، الحقوا اشتروا الذهب، والناس كانت خايفه. واول ما زاد وعدى ال 5000 مصر كلها اشترت. الذهب استثمار طويل الاجل، اعتبره جمعيه. كل شهر اللي بقى معاك فلوس اشتري بيها ذهب، اخر السنه هتعمل متوسطات وهتطلع كسبان. وبس كده. اكتبوا لي في الكومنتس تفتكروا الذهب هيوصل 6000 جنيه اخر السنه دي ولا السنه الجايه؟ كان معاكم دكتور ياسر الطويل، وده الجواهرجي. سلام.